تعال اقول لك على نتائج وملخص ماتشات اليوم الاول من البطوله العربيه او كاس الملك سلمان للانديه. واول ماتش في البطوله كان السد القطري ضد الوداد المغربي، وفي الدقيقه 36 في الماتش قرر الحكم محمود البنا الحكم الدولي المصري طرد كابتن نادي الوداد يحيى جبران بعد تدخل عنيف على المدافع السد، وانتهى الماتش بالتعادل 0-0. وتاني ماتش الصفاقسي التونسي ضد نادي الشرطة العراقي، الشوط الأول كان متوازن بين الفريقين، وفي الدقيقة 62 تعرض أحمد العجال لاعب الصفاقسي للطرد بعد الحصول على الإنذار التاني، وفي الدقيقة 65 تقنية الفار تحسب لمسة يد وضربة جزاء على الصفاقسي، ويسجل الهدف الأول علاء الزهرة لنادي الشرطة، وينتهي الماتش 1-0 للشرطة العراقي. بعد اللقاء استقال الكابتن حسام البدري من تدريب نادي الصفاقسي. وثالث ماتش كان أهلي طرابلس الليبي ضد الهلال السعودي، والهلال كان أحسن في الماتش كله، وفي الدقيقة 71 مدافع الهلال محمد البريك يشوط ولكن تيجي في العارضة، وينتهي اللقاء برضه بالتعادل السلبي 0-0. ورابع وآخر ماتش كان الترجي التونسي ضد الاتحاد السعودي، الاتحاد كان مستحوذ طول الماتش، وفي الدقيقة 26 أسامة أبو بكر كان عنده رأي تاني وسجل الهدف الأول في مرمى نادي الاتحاد، وبعد الهدف بربع ساعة تقريبا قدر حمد الله مهاجم الاتحاد تسجيل هدف التعادل للاتحاد واسيست كريم بنزيما، وفي الدقيقة 55 سجل بنزيما الهدف الثاني لنادي الاتحاد السعودي، وانتهى اللقاء 2-1 لنادي الاتحاد السعودي.